مشاهدينا الكرام، متواجدين أمام الروضة الأهلية في محافظة كركوك التي تم التجاوز علينا كإعلام، واللجنة المحترمة في لجنة تربية كركوك، رئيس اللجنة أستاذ سامان، وكان أحد المعاون، أظن كانت معاون الروضة الأهلية في أحد الروضات الأهلية في محافظة كركوك. أستاذ سامان، المهم في هذا المقابلة نعرف موضوع النهائي وإلى أين يوصل هذا الكيس من طرف القانوني. آخر تطورات في هذا الموضوع شنو هو؟ طبعا بداية نشكركم كقناة فضائية كركوك. صراحة احنا هاي اللجنة مشكلة بحسب توجيهات وتعليمات من وزارة التربية ومن شخص معالي وزير التربية المحترم، وكذلك تشكيل اللجنة بأمر إداري من مكتب المدير العام. الغرض من هذه اللجنة زيارة كل المؤسسات الأهلية الغير مجازة لغرض الاطلاع على الواقع الموجود في هذه رياض الأطفال. وكما لاحظتم جنابكم عندما زرنا هذه الروضة، قامت حسب ادعائها المعاونة بالتجاوز على اللجنة وطلبت منا إبراز الأوراق والأوامر الإدارية، وقمنا بإبرازها وتعاملنا معها بكل مهنية وبشكل قانوني. ولكن مع الأسف عندما طالبناها بجلب أوراقها الرسمية لم تجلبها، لأنها أصلا غير مجازة وليس لديها أي أوراق رسمية. ونحن بدورنا ناشدنا بلدية كركوك وقائم مقامية كركوك لغرض رفع هذا التجاوز اللي حاصل على الشارع والرصيف. ومشكورين اليوم لجنة التجاوزات وبلدية كركوك حاضرين هنا لغرض إزالة التجاوز. وكما تلاحظون تم غلق الروضة. نحن بدورنا كلجنة بعد زيارة هذه المؤسسات الأهلية نقوم بمفاتحة جهاز الأمن الوطني في كركوك وتزويدهم بالمعلومات والمواقع الخاصة بهذه رياض الأطفال. ومشكورين جهاز الأمن الوطني يعني مستمرين ويانا بالمتابعة. واليوم تم غلق الروضة وسيتم إزالة التجاوزات، وهذه الإجراءات كلها خدمة لأهالينا وتلاميذنا الأعزاء في محافظة كركوك. هل كانت هي صح معاون مدير الروضة أهلية؟ كلا بالتأكيد، هي ليست معاونة ولا أسلوبها تربوي ولا هي أيضا ولا مربية. يعني حتى إذا كانت لديها أمر إداري طالبناها ببرز الأمر الإداري ولغرض الاطلاع عليها، ولكن لم تجلب لنا أي أمر إداري. تبين أخيرا بأنها موظفة أو كذا ما أعرف، وليس لديهم أي أوامر إدارية ولا مجازين من قبل وزارة التربية ومديرية تربية كركوك. شكرا أستاذ سامان. شكرا لك.